امي الله يرحمها كانت بتقولي دايما البيجامه ما تخرجش بره باب أوضة النوم. الاوضه. يا ريت والله يا جماعه اتمنى والله فعلا. فانا دايما بتخبط في بالي انا هنزل من البيت، لا انا ممكن ابقى لابسه لبس البيت، يعني لبس مش هخرج بيه، ما اقدرش اخرج بيه، اوكي بس البيجامه تبقى اتغيرت. خدي بالك ان انت تبقي قاعده واخده بالك من نفسك، لابسه لبس حلو، مش لازم تبقي قاعده بالبيجامه التويتي في البيت على فكره. اقعدي لابسه لبس حلو، مش لازم تبقي حاطه فول ميك اب ولا حاجه، بس اصحي من النوم حطي كريم، خدي بالك من نفسك، اتريفلكتس على شعورك بنفسك حتى لو محدش بيشوفك، لانه اتس نوت اباوت انه حد يشوفني ولا ما يشوفنيش. احنا احيانا بنهتم بالمظهر الخارجي بس وما بناخدش بالنا من طاقتنا، من الانرجي بتاعتنا، ففي الاخر بنأند ان احنا شكلنا من بره، وده للاسف بقى آفة كبيره قوي دلوقتي. شكلنا من بره منمق قوي وجميل وامور، واخدين بالنا قوي من الليتست لبس وميك اب وبوتوكس وفيلرز وكل حاجه، بس الانرجي بتاعتنا لازالت انرجي ذكوريه جدا، او انرجي غاضبه، او انرجي مش مظبوطه.